ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. يا رب يكون كان عيد سعيد عليكم كلكم، ويجعل ايامكم كلها فرح واعياد. معانا النهارده روتين بقى قوي جدا هتتحدي بيه الكسل اللي بعد العيد اللي بيخبط له اسبوعين 3 دوت على ما نفوق منه. هقولك النهارده ازاي تتحدي الكسل دوت وتستعيدي حيويتك ونشاطك من تاني. لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة لو اول مرة بتشوفوها، ويلا نبتدي الفيديو بتاعنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. زي ما انتم شايفين كده معانا روتين قوي جدا. هقولك ازاي ترجعي ان انت تستعيدي نشاطك من تاني وحيويتك. احنا عارفين ان بصوا زي ما يكون كحك العيد كده محطوط فيه منوم اصلا. كلنا نايمين، اللي اشتغل واللي ما اشتغلش، حتى الاطفال الصغيره تحسوا ان هم برضو كده دايسين معانا في النوم. نوم بقى لحد الظهر ولحد بعد الظهر كمان ولحد بعد العصر. فاحنا نرجع نظبط نومنا من تاني، نصحى يوم واحد بس بدري كده ونقاوم السهر شوية عشان نومنا يرجع يتظبط. خصوصا ان احنا داخلين على اسبوعين امتحانات، يعني خلاص الكل هيبتدي يمتحن من الاسبوع الجاي او الاسبوع اللي بعده. فما فيش وقت بقى ان احنا نستسلم لغيبوبة ما بعد العيد اللي تستمر معانا الاسبوعين او 3 دي. لازم كده نظبط يومنا. بنبتدي من بكرة، الدراسة تبتدي اهيت من بكرة من يوم الاثنين. اصحوا بدري كده، ما تناموش بعد ما الولاد ما ينزلوا، وانا اول واحدة هعمل كده. وهننزل الجيم طبعا كلنا، ويعني بصوا خلاص بقى هو يوم واحد كده كلنا نصحى بدري. وان شاء الله لما نرجع هنلاقي اليوم طويل معانا، نخلص اللي ورانا كله، واللي هيروق حاجة يروقها، اللي هيظبط حاجة يظبطها. محدش ينام بس اهم حاجة، ونستسلم للنوم. حتى لو كوباية قهوة او نسكافيه كده يفوقوا الواحد شوية ويسهروه، ننام بدري بقى. وكمان حاجة مهمة، لازم تخططي كل الحاجات اللي وراكي، اكتبيها في ورقة، تنزلي سوق بقى هتبتدوا تشتروا حاجات. المفروض ان اي حد مخزن حاجة استهلكها خلاص في العيد، فالمفروض ان احنا محتاجين نشتري حاجات، محتاجين برضو نروق ونظبط حاجات. في حاجات كتير الواحد اجلها لبعد العيد، لان العيد اصلا السنة دي جاي بدري مش جاي في ميعاده. المهم ان انتي اكتبي الحاجات ديت في ورقة، وحاولي تنفذيها على قد ما تقدري. يعني مثلا كتبتي 6 أو 7 مهام المفروض ان انتي تقومي بيها، نفذي 4 5. يعني برضو مش هقولك اضغطي نفسك قوي، لان فعلا الواحد جسمه مرهق والواحد تعبان. فنحاول نفوق واحدة واحدة، يعني كل يوم اضغطي نفسك اكتر لحد ما تنفذي كل الحاجة كل يوم وترجعي زي الاول تاني. لان مفيش وقت ان احنا نسيب نفسنا غيبوبة ما بعد العيد اللي بتقعد اسبوعين دي. احنا السنين اللي فاتت كنا عادي، لان العيد كان جاي اصلا في الاجازة، كان بيجي في الاجازة. فدلوقتي احنا كلنا داخلين على خلاص الامتحانات ونهاية الترم، نهاية السنة كلها. فلازم نبتدي ايه نفوق. عايزة اقول لكم بقى ان الروتين ده كان المفروض ينزل لكم قبل العيد. المهم ان الاوضه اللي احنا قاعدين فيها انا ما بحبش اشيل فرش رمضان منها غير اخر حاجه خالص، اللي هو عارفين انتوا قبل الوقفه بيوم كده، يوم او ساعه يوم الوقفه. المهم بسيبها اخر حاجه خالص. جيت اول حاجه بقى كده غيرت الكوشن بتاعه المخدات، وكمان ابتديت ان انا المع الحيطان والمع البراويز، لمعت كل حاجه في الاوضه. العيد السنه دي جاي بدري، فما صبنتش. اصلا الموف ديت بتلمع الحيطان حلوه قوي، ما بتحتاجش ان انتي بقى ليفه وتقعدي تصبني وميه بقى وترغي الدنيا كده والدنيا تبقى معاكي متبهدله. لا، الموف ديت حلوه جدا، وخصوصا لو انت حطيتي كلوروكس معاها في الميه بتنظف الحيطان، اي بقعه بتطلع. البقعه اللي هي المستصعبه قوي دي بقى هي اللي بتحتاج تظبيط. فظبطت كده بقى الحيطان كلها، ونفضت الركنه كويس، ومسحت الاوضه. وهي دي تنظيفة العيد دي، اصلا الاوضه ما فيهاش حاجه تاني. وطبعا عملت الشباك، وزي ما انتم شايفين ظبطت شويه حاجات في الديكورات، بدلت حاجات مكان حاجات. وتعالوا نيجي بقى كده نحضر مع بعض ضيافه العيد. انا عايزاكي بقى الاسبوع كله ضيافه عيد، نخلص الشوكولاتات والسوداني وكل حاجه من حاجات العيد وكحك العيد ونواعم العيد، الحاجات دي كلها تخلص. وكمان تشجعي ولادك كده على المذاكره، يعني كل يوم بالليل ادخلي حضري لهم كده ايه شويه حاجات كده سريعه يتسلوا فيها. ما تسيبوش الحاجات متخزنه فوق التلاجة تقعد معاكم لحد العيد الكبير، لا طلعوا كله. طبعا احنا خارجين من صيام، فالواحد تحس ان هو بيكسل ياكل اصلا. فلا نرص الحاجات كده قدام العيال، حتى حطوها على المطبخ على السفرة في اي مكان، وسيبوها مرصوصة زي ما هي، بحيث ان الحاجة تبقى قدام العيال ياخدوا منها ايه في الرايحة وفي الجاية كده. لكن كل ما الحاجات ما هي محطوطة في اكياس هتفضل متعانة. المهم بقى كده انا ظبطت اول طبق،
طبعا الطبق شكلته بالسوداني والكاجو واللب والذرة، ومعايا طبق تاني بحب احط فيه كل انواع الشوكولاتة الموجودة عشان برضو تبقى قدامنا. طبعا الصواني دي بيبقى شكلها حلو جدا في التقديم، بتستخدم في حاجات كتيرة بقى، بصوا فطار تمشي معاكي، ديكورات تمشي معاكي، تقدمي فيها اي حاجة بيبقى شكلها حلو جدا، اللي هي الصواني الخوص دي. المهم بقى شكلت كده مجموعة كده من الشوكولاتات، عايزة اقول لكم من الشوكولاتات المحلية بتاعتنا دي برقبة الشوكولاتات التانية اللي كنا بنجيبها. وجيت بقى رصيت في الطبق دوت، هرص فيه كحك وهرص كمان فيه جريبة. طبعا الكحك حاطة سادة وحاطة كحك محشي ملبن، كل الحاجات دي انا اللي عاملاها، الكحك والغريبة وكل الحاجات اللي هتشوفوها معايا بقى من النواعم انا اللي عاملاها. حتى البسكوت اول سنة اجرب البسكوت السنة دي، وبجد طعمه تحفة تحفة تحفة، يعني حاجة خطيرة بجد. المهم بقى رصيت في الطبق التاني دوت البسكوت اهوت اللي لسه بقولكم عليه، اول سنة السنة دي اجرب البسكوت، مليش تقل قوي عليه، ما بحبوش، فعشان كده ما فكرتش ان انا اجربه. بس لما ملك ابني طلبه مني قلت ما يجراش حاجة، اجرب ايه مقدار صغير كده اشوف طعمه هيبقى عامل معايا ازاي، وبجد بجد احلى من المحلات. شكلت بقى كده الطبق دوت خاص بالبسكوتات، بسكوت مع صابليه وهحط كمان شوية بيتي فور. وبجد الحاجات كلها اللي في الطبق دوت بتبقى حلوة جدا على الفطار مع كوباية شاي بلبن بقى او شاي سادة، بتبقى بجد حلوة جدا. البسكوتات بحسها تريق اكتر في الفطار، لكن النواعم اللي هي مثلا الغريبة والكحك لا، دول عايزين يتاكلوا كده اخر النهار، لان الحاجات دي بتبقى تقيلة شوية. كمان الكوكيز دوت انا اللي عاملاه، بجد كل الحاجات كان طعمها تحفة زي المحلات واحلى كمان. تعالوا بقى نرص الحاجات كده على الترابيزة بره عشان تبقى قدامنا كلنا، كل اللي يعوز حاجة بقى يجي ياخد منهم. طبعا الاطباق دي لما بتبتدي تخلص بزود عليها تاني، زي ما قلنا ايه، الحاجة تبقى قدامنا على طول عشان ناكل منها. ده كان الفيديو بتاع النهاردة، يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا بيه.